كده انا طلعتهم من الفرن بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحتهم جميله جدا. يا رب يعجبكم وتعجبكم الطريقه بتاعتي، بجد حلوه جدا وبتطلع مظبوطه جدا. يلا بينا نشوفوا تحضر ازاي. صباح الخير، صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا واقفه اعمل طاجن رز، اللي هو البريمه بتاعت الرز. طبعا انا دهنه كل البريمه بتاعتي كده. انا هعمل 4، فانا دهنيهم. عندي الكبير اللي هو الحجم ده 2، و2 من الحجم الصغير. فطبعا الحجم الكبير مش بياخد رز زي الصغير. انا بعاير كل حاجه لوحدها. هنا معايا 1.5 كوباية رز مغسول، 1.5 كوباية من اللي بنشرب بيها الشاي، 1.5 كوباية بس. انا بحب اعاير كده عشان الجرام يطلع مظبوط. بصوا بقى، اما تسوي الرز كده في البرام ويبقى فيه عقلتين من الصبع بالظبط، ده المقاس الكويس قوي للرز. يعني عقلتين اهو بالظبط اهو، يبقى المقاس ده كويس للرز. هنا البرام التاني هنزل فيه 1.5 كوباية. طبعا الرز لازم يتغسل كويس قوي لحد ما يبقى ميته بيضة، عشان ما يديش لون تاني للرز. انا ما بحطش فلفل اسمر في ال هاخد من هنا زي نص معلقة كده عشان نساوي ونشوف. بيغمق الرز. وهنا عقلتين بالظبط اهو بالظبط. يبقى انا كده عملت الاتنين الكبار. نبدأ ناخد الزبدة بتاعتهم. طبعا هتبدأي تحطي زي معلقة كبيرة كده، لأن أنا ما عنديش قشطة بس عندي كريمة من اللي هي اللباني. هنبدأ ناخد هنا معلقة كبيرة كده وأبدأ أغلف الرزاية. عملية تغليف الرز دي ضروري جدا عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. وطبعا الحليب بتاعنا مغلي، طبعا هيسيح الزبدة، فانتي بس اعمليه الأول كده بإيدك وما تخافيش من الزبدة اللي هي ايه قطع دي. بس غلف الرز كويس. نبدأ ناخد حتة زبدة عشان أكمل الطبق التاني. هنا كده برضو معلقة كبيرة. هنبدأ بقى هنا نعمل ايه، هوريكم نعمل ايه. طبعا الحاجات دي احنا لازم نشتغل فيها بايدينا، وايدينا انتوا فاهمين طول اليوم في المية، يعني الحمد لله ايدينا بتبقى نضيفة على طول. نبدأ ناخد الملح بتاعنا. طبعا الملح ده على حسب ما انتي حابة بقى، براحتك. انا هحط كده اهو زي نص معلقة كده، حلوة قوي. وابدأ اقلب الملح.
هنا بقى نبدأ ناخد ايه الكريمة بتاعتنا. أبدأ أنزل في البريم الكبير معلقتين، في كل بريم حطيت معلقتين مليانين حلوين للبريم اللي هو الكبير. هنرجع نشتغل تاني بايدينا عشان انا عايزه الرز يبقى كله مغلف من الكريمه والزبده. كده حلو قوي اهو. تسويه بقى التاني. حلو كده قوي. هنا بقى هتستعملي الحليب ازاي؟ نغسل ايدي. برام الرز اللي هو الكوبايه ونص رز هنبدأ نعمل كده. طبعا في القشطه اهي مليانه غلياه، البخار اهو بيطلع منه. هنا كوبايه كده اهو، وبعدين نحط نص، لان احنا ممكن نزود ميه مغليه، يبقى كده كوبايه ونص. وهنا كوبايه اهو ونص. نحط بس النص بتاع ده كويس اهو تمام. ونبدأ نعمل الاتنين الصغيرين نفس اللي انا عملتهم في الكبار عشان نكون غليت الميه. انا كده حطيت الرز بتاعهم اهو، وطبعا عملتهم بالكريمه وبالزبده وحطيت الملح. هنا بقى هنبدأ نحط اللبن وهنشوف عايزين ميه ولا لا. هنا انا حطيت كوبايه رز الا ربع. هبدأ احط كده، نبدأ نقلبه بس عشان ياخد حليب تاني. كده خدنا كوباية وربع في الكوباية إلا ربع رز، كوباية وربع حليب في كوباية إلا ربع رز. أنا بعيد تاني عشان البنات الحلوة الصغننة. وهنا كوباية حليب اهي، هي نفس المقاس. ممكن يكون البرام ده أكبر سنة صغيرة بس مش كتير يعني. برضو هنقلب كده ونبدأ نحط حليب تاني. ماشي كده حلو قوي. هبدأ أنا ما حطيتش مية خالص يا جماعة، هبدأ أزود الحليب في البريمة التانية. بدل ما أحط مية بقى، هو أنت ممكن تحطي نص كوباية مية، بس أنا طالما في حليب زيادة هبدأ أزود الحليب. حلو قوي كده. ونبدأ نقلبه كويس. سوري على المنظر بتاع الحليب بس غصب عني طبعا، الحليب لازم يقع منه. نبدأ نقلب هنا عشان الملح. طبعا تكوني مشغلة فرنك، بتحطيه على الشبكة أو الرف. عايزة أقول لكم ريحته من دلوقتي تحفة. طبعا الفرق ما بين القشطة والكريمة ولا حاجة يا جماعة. يعني ما عندكيش قشطة استعملي الكريمة اللباني على طول عادي، ما فيش مشكلة. والحليب طبعا يكون من عند لبان كويس عشان يكون بخيره وفي قشطته اهو. هبدأ ادخله الفرن وبعدين نشوفوه مع بعض.